عايزين نتكلم عن الروح الرياضيه البلاستيك اللي موجوده بين اللعيبه عندنا هنا في مصر. انا يوسف التهامي العودة. حد فيكم بيصدق اللعيبه المصريه لما بتطلع تقول احنا عايزين الجمهور يهدى شويه في التعصب عشان احنا اصلا مش كده، احنا بنتنافس جوه الملعب لكن احنا بره الملعب اخوات وحبايب واصحاب وبناكل اكله سمك مع بعض وبنفتح بوله والكلام الهكس. والمصيبه ان اللعيبه اللي بتدعي الكلام ده هي كل مره اللي بتعمل مشكله مع الناس اللي بيقول عليهم اخواتهم واصحابهم، فالاحتقان بيزيد والدنيا بتولع، وفي الاخر يرجع يقول لك اصل الجمهور هو سبب التعصب. يا كابتن ده الجمهور نفسه ما بيشوفش غير كل ماتش اهلي وزمالك وانتوا ماسكين في بعض، وبعد كل ماتش تلاقي تصريحات من اللعيبه عماله ترمي لوم على الطرف الثاني ويقول لك هو اللي ابتدى وانا اكتر واحد كنت بدافع عنه، وفي اخر الحوار خالص تلاقي لعيب فيهم راح طالع قايل لك اصل الجمهور شتم. طب ايه اللي جاب سيره الجمهور دلوقتي اذا كان الخناقه اصلا كانت في الملعب؟ وحتى لو الجمهور بدل بالغلط ما ينفعش نحط الجمهور على نفس قدر المسؤوليه بتاع اللعيب، مش كده ولا ايه؟ يعني ما ينفعش نقول للعيب اللي شتمك اشتمه واللي ضربك اضربه. ما احناش في مدرسه. يعني قبل اي ماتش اهلي وزمالك بتلاقي الجمهورين كل واحد فيهم متعصب لفرقته، حلو وكل جمهور عايز يكسب باي شكل وما بيقبلش باي حد انه يجي على فرقته، حلو احيانا الجمهور بيغلط ويتطاول، بس في نفس الوقت اللعيبه عليها انها تمسك نفسها وترد في الملعب. بس احنا عندنا في مصر الموضوع ما بيمشيش كده. ده احنا يا مؤمن لو في لعيب عندنا واقع على الارض وماسك رجله والكوره لسه في الملعب، الفريق الثاني ما بيطلعش الكوره بره عشان نعالج اللعيب غير لو كسبان بس، او لو لعيبته مفيصه ومش قادره تاخد نفسها فبيضطر ساعتها يطلع الكوره، غير كده الكوره ما بتطلع. فبنرجع تاني واللعيبه تمسك في بعض ونرجع نقول ان الجمهور هو السبب. طب يا ابني الجمهور ذنبه ايه؟ فرساله مني للعيب، بلاش والنبي تدعوا الكلام ده وتلبسوها في الجمهور عشان انتوا السبب الرئيسي في كل المشاكل اللي بتحصل. انا بقى كل اللي طالبه منكم انكم تكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه السبب الرئيسي في المشاكل اللي كل مره بنشوفها.